عصابة متكونة من 3 أفراد اقتحموا بيت ميشيل وربطوها هي وبنتها ولزقوا على ظهرها هي وبنتها ديناميت متفجر، وقالوا لها لو ما نفذتيش اللي هنطلبه منك هنبدأ نفجر بنتك. واللي طلبوه منها حاجة كده أغرب من الخيال. القضية دي حرفيا قلبت الدنيا وقتها، لدرجة إن هم عملوا منها كتابين وفيلم. فجهز كده يا حبيبي خد مشروبك اللذيذ ويلا ننطلق. القصة بتبتدي من عند ميشيل رينيه بعد ما انفصلت عن جوزها، خدت بنتها وعاشت في مكان هادي وبعيد، وكانت حرفيا مش مقصرة في حاجة ما بين بنتها وإن هي تعلمها وتخلي بالها منها وما بين شغلها في البنك. ومع مرور الوقت والشغل والاجتهاد وهي كمان أثبتت نفسها في البنك، عينوها مديرة البنك. وفي يوم 2011 سنة 2000 خلصت ميشيل شغلها وراحت السوبر ماركت تجيب شوكولاتات وحلويات لبنتها، وفعلا روحت على البيت وخدت بنتها بالحضن، وكانوا قاعدين بيتابعوا المسلسل في كل هدوء. وفجأة سمعوا صوت تخبيط جاي من الباب اللي ورا. ميشيل طبعا قلت على بنتها وقالت لها خليكي مكانك ما تتحركيش وانا هروح اشوف في ايه. ولما راحت هناك اكتشفت ان في 3 من الرجاله لابسين اقنعه واقتحموا البيت، ولما حاولت تقاومهم مسكوها وضربوها وكتفوها هي وبنتها، ولزقوا على ظهر بنتها ديناميت متفجر، وهي برضو نفس النظام لزقوا على ظهرها ديناميت متفجر. والقائد بتاع العصابه دي قال لها بصي شايفه الجهاز اللي قدامك ده، بمجرد ما انا ادوس عليه هتتفتفتوا حتت وهتتفجروا، الا بقى لو عملت اللي احنا هنقولك عليه، وساعتها هتاخدي بنتك في حضنك ولا اكن في حاجه حصلت. وكان طلب العصابه من ميشيل ان هي تسرق البنك اللي هي شغاله فيه. استغربت ميشيل وقالت له انتوا عارفين منين ان انا شغاله في البنك؟ قالوا لها عيب عليك، ده احنا مراقبينك من سنه وعارفين كل تحركاتك وبتروحي فين وبتيجي منين وكل حاجه عارفينها عنك يا ولاد اللذينه. وقالوا لها لو نفذتيش اللي احنا هنقولك عليه والخطه بالظبط هنبدأ نفجر بنتك الأول. ولحظة ميشيل وهي بتكلم قائد العصابة ده اللي هو بيتواصل مع حد بره عن طريق الجهاز اللاسلكي ده، بيكلم حد بره، فاللي هي فهمته إن هي العصابة متكونة من 4 أنفار، 3 جوه بيت ميشيل وفي حد بيتابعهم من بره، لكن ما قدرتش تعرف هم مين دول. وحتى أساميهم اللي كانوا بيتداولوها مع بعض كانت أسامي حركية. وجي تاني يوم وميشيل ودعت بنتها، وبنتها كمان ودعتها وهي بتعيط وقالت لها خليكي شجاعة يا ماما. حرفيا موقف صعب جدا على ميشيل، لانها لو نفذت اي حاجه غلط هيفجروا بنتها وهيفجروها هي كمان. و2 من العصابه فضلوا في البيت ومعاهم بنت ميشيل ومعاهم السلاح ومسلحين وواقفين في البيت ومعاهم البنت. وواحد بقى اللي هو القائد بتاع العصابه ركب مع ميشيل العربيه وقال لها اطلعي على البنك واعملي كل اللي هقولك عليه. وكان ساعتها حاطين على ظهر ميشيل ديناميت متفجر، يعني اي حركه غدر هيدمروها هي وكل اللي في البنك. ووصلت فعلا ميشيل البنك ودخلت جوه وكان شكلها غريب، حتى الناس اللي كانت شغاله معاها جوه لاحظوا كده. لكن ميشيل مشيت على طول ناحيه الخزنه، لكن قبل ما تدخل الخزنه لازم حد يدخل معاها تاني، ما ينفعش حد يدخل الخزنه لوحده لان من قواعد البنك لازم 2 يدخلوا مع بعض الخزنه. وفعلا دخلت ميشيل الخزنه ومعاها زميلتها اللي شغاله معاها في البنك. حتى زميلتها لما دخلت معاها جوه استغربت وبدات تشك في ميشيل، لان ميشيل دخلت وهي معاها شنطه، ومن الطبيعي ان الناس بتخش جوه الخزنه معهمش اي حاجه. ميشيل كان معاها شنطه، وقبل ما تتكلم زميلتها وتقول لها في ايه ميشيل قربت عليها وقالت لها انها لازم تاخد كل الفلوس اللي موجوده لان بنتها في خطر، ولو ما عملتش كده هيدمروها هي وبنتها. وراحت على طول رفعت الهدوم وورتها الديناميت اللي محطوط على ظهرها، وخدت ولمت كل الفلوس اللي في البنك وخرجت. اول ما خرجت على طول صاحبتها دي راحت كلمت الشرطه والاف بي اي. وبعد ما خرجت ميشيل ركبت العربيه وكان حرفيا معاها 360 ألف دولار، وكانوا ساعتها مبلغ محترم. وبعد ما مشيت شوية بالعربية والفلوس كانت معاهم في العربية، قائد العصابة قال لها وقفي هنا، ووقفها وخلاها تنزل من العربية وقال لها تمشي لمكان معين وهتلاقي عربية هناك مستنياها. وهو خد الفلوس ومشي بالعربية، وهي فعلا نزلت من العربية وفضلت تمشي لغاية لما وصلت للمكان اللي قال لها عليه، وفعلا لقت عربية هناك. ركبتها بسرعة وطلعت على البيت، ولما وصلت هناك فضلت تنادي على بنتها محدش بيرد. دخلت جوه البيت وفضلت تدور عليها في كل مكان ما لقيتهاش، وتنادي عليها يمين شمال ما لقيتهاش. ومجرد ما هي دخلت جوه الأوضة وفتحت الدولاب لقت بنتها محطوطة جوه الدولاب. وأول على طول ما فكتها وخدتها بالحضن كانت البنت سليمة الحمد لله وما فيهاش أي حاجة. Just wanted to grab her and never ever let go of her. وفي الوقت ده حست أمها بالأمان إن بنتها رجعت ليها تاني، ولما بصت على ظهرها
ما لقيتش الديناميت المتفجر محطوط على ظهرها. العصابة فكوا الديناميت وخدوه، لكن فضل الديناميت اللي على ظهر ميشيل، محدش فكه وسابوه. فما كانش قدامها حل تاني غير ان هي تتصل على الشرطة عشان تقول لهم على حوار الديناميت اللي في ظهرها ده والمتفجرات دي عشان يجوا بسرعة ويفكوها. واول ما جت الشرطة حكت لهم على كل حاجة. اول ما جه الاف بي اي والشرطة وكانت ليلة حكت بقى على كل حاجة وحكت على اللي حصل بالظبط. ولما جه بقى قسم المتفجرات عشان يفك الديناميت ده، اكتشف ان هو ولا متفجرات ولا ديناميت ولا اي حاجة. اكتشف ان هو عودين شمع وكانوا مدهونين باللون الاحمر. يا ولاد الصيعة! بس طبعا الام في الموقف ده موقف لا تحسد عليه حرفيا. لما يكون هي محطوط عليها متفجرات وبنتها في خطر ومطلوب منها ان هي تعمل كده، مش هيجي في بالها ان الحاجات دي مش متفجرات. موقف كان صعب جدا على ميشيل، وكمان كانوا رافعين عليها السلاح. ولو انت كمان بصيت على الديناميت المتفجر ده هتفكروا ديناميت، مش هيجي في بالك ان هم عاملين الحوار ده. لكن المشكلة هنا بقى العصابة دي راحت فين والشرطة هتتعامل معاهم ازاي وهتجيبهم ازاي. الشرطة والتحقيقات فضلوا يتكلموا مع ميشيل يعني عن شكل العصابة. طب مش فاكرة اي حاجة حصلت؟ طب شكلهم كان ازاي؟ اي حاجة توصلنا بيهم عشان نقدر نوصل لهم بسهولة من غير ما نلف لفة كبيرة. هي طبعا قالت لهم انا مش فاكرة اي حاجة خالص، لانهم كانوا لابسين اقنعة وما كانوش ظاهرين بوشهم. لكن بعد ما ميشيل هديت شوية وشربت شوية مية بدأت تفتكر شوية حاجات، وقالت لهم ان هو قائد العصابة ده وهو بيكلمها هي كانت عاملة نفسها هتمشي ورجعت تاني بسرعة. وفي الوقت اللي هي رجعت فيه ده شافت جزء من وشه. وبرضه وهي بتكلمه وكان لابس القناع شافت عينيه ان هو مش غريب عليها، ان الشكل ده هي شافته قبل كده. ولما ركزت وبدأت تجمع شوية افتكرت ان الشكل ده هو نفس العينين ونفس الشكل اللي هي شافتهم الصبح قبل ما العصابة دي تهجم عليها، لان جالها زبون على البنك وكان عايز يستفسر على شوية حاجات وكان عامل نفسه مستثمر وكان بيتكلم معاها كتير. وفعلا هي نفس العينين وهي نفس الشكل. رجال الشرطة قالوا لها متأكدة؟ قالت لهم متأكدة. وقالت ان الشخص ده جه البنك وفضل يسألها أسئلة كتير وأسئلة متكررة، وكان شكله غريب كده شوية، وكان أسئلته دايما بتبقى عن حاجات كده معروفة، يعني أسئلة اللي هو عايز يكسب وقت يعرف شوية حاجات بمعنى أصح يعني. وفي الآخر جت واحدة قالت له يلا يا كريس عايزين نمشي. وقبل ما يمشي راح ساب الكارت بتاعه على المكتب. وهنا بسرعة رجال الشرطة والتحقيقات راحوا على طول على المكتب بتاعها في البنك، وفعلا لقوا الكارت بتاعه كريس فور باتلر. ولما الشرطة حققت عنه وعملوا تحريات عنه كاملة اكتشفوا ان الراجل ده مسجل خطر وحاول اكتر من مرة في حوار سرقة البنوك ده، وحطوه تحت المراقبة هو وحبيبته ليسا. وخلال الايام اللي هما كانوا بيراقبوه فيها كان في شخصين بيقولوا على طول، وشكوا ان الشخصين دول يكونوا من ضمن العصابة، هما الاتنين التانيين اللي كانوا موجودين معاهم وقت ارتكاب الجريمة. والاتنين دول كانوا مايكل هيجنز وروبرت. وفعلا الشرطة فضلت تدور وراهم وتحقق وراهم كتير لغاية لما اتأكدوا ان هما دول، وخدوا على طول اذن من النيابة ان هما يروحوا بيت ويفتشوا على طول. والشرطة على طول راحت بيت كريس واقتحموا البيت وفتشوا البيت والعربية، وحرفيا لقوا كل الأدلة هناك. لقوا هناك بقى الديناميت الفشنك اللي كانوا مستخدمينه، ولقوا الأقنعة بتاعتهم، وحتى الشنطة اللي كانوا حاطين فيها الفلوس لقوها هناك. ولقوا كل حاجة ولقوا كل الأدلة هناك، حتى الدهان الأحمر اللي دهنوا بالشمع لقوه هناك. ولما قبضوا عليهم ما اعترفوش بالجريمة وقالوا مش هم اللي عملوا كده خالص، لكن بعد التحريات والتحقيقات اكتشفوا ان هم اللي عملوا كده. وحتى المحامي بتاع ليسا قدر ان هو يطلعها براءة لانها ما كانتش موجودة معاهم في الجريمة، وقعد يعمل شوية حاجات المحامي لغاية لما خرجها منها. لكن الثلاثة التانيين اتحكم عليهم بالسجن وتقريبا بالسجن المؤبد. ولقوا جزء كبير من المال بعد ما ضغطوا عليهم، لقوا جزء كبير من الفلوس اللي اتسرقت من البنك، لكن كان فيه جزء ناقص الشرطة ما قدرتش تلاقيه نهائي.